ربي هذا عند كفي، انا ربي ما قالش هادشي، انا ربي اللي كنعبدو ما قالش هادشي، ما قالش الوزراء ما يدخلوش في القانون، رئيس حكومه ما يدخلش في القانون، البرلماني ما يدخلش في القانون. وانا قلت لنا انت رئيس حكومه قال لنا اصلاح المؤلم، ماشي مشكل غنقبلوا اصلاح مؤلم، ولكن على الجميع. لماذا استثنينا رئيس حكومه والوزراء والبرلمانيين؟ علاش؟ لانهم في الاقوى، وهؤلاء الاغبياء لا يقدرون على القوى الكبرى، يقدرون فقط علينا كطبقات مسحوقه. لاحظتوا المشكل اللي كان مع اخنوش فيما يتعلق بذاك الصندوق الفلاحي، بقاو كيغوتوا في التالي مازالوا كالنعامه، يعني ملي كيشوفوا الصح راه هادو تجار الدين، وعلى مسؤوليتي هادو راه باغيين الفلوس والكراسي، راه ما عندهم علاقه لا بالله لا بالوطن لا بالملك لا الشعب، ما كيفكروش في الشعب. وراك شفتوا ما كاينش تيقول لك دراسات، شكون هذا اللي غيدير هاد الدراسه هذه ديال التقاعد؟ هذه دراسه، هذه راه جريمه. غتقول لي اجر 8 سنوات، كيفاش انا عايش مع ولادي ومرتي في واحد الاجره معينه، لما غنخرج في التقاعد 5 دقائق غتولي عنده اجره ديال 8 سنين. فين هو الاستقرار العائلي؟ فين هي المعيشه؟ فين هي المجرمين المقايسه في الاجور؟ المجرمين مشيتوا درتوا لنا المقايسه في البنزين وما احترمتوهاش، ايها الاغبياء ايها النصابه. المقايسه في البنزين وما احترموهاش، شوفوا سعر البنزين شحال هبط، ودائما كنخلصوا المازوت. علاش ما ديروش ملي نتوما باغيين تخدموا الشعب؟ علاش ما ديروش المقايسه في الاجور؟ كل ما طلع سلم المعيشه كل ما كيطلع اجر موظف، الى نقص كينقص. حنا قابلين هادشي ما كيديروش، لان هادو جاو داروا تعاقد مع المخزن ويدوزوا الامور دكاك على الشعب. وشوفوا معايا واش كاين شي حزب وطني في التاريخ قبل يدير هادشي. واخا الاحزاب الاخرى ما كان لا نجمل وجهها باش ما نكونوش انانيين، ولكن على الاقل كاين واحد الاعتزاز شي شويه، كاين واحد الحدود اللي تيكون الانسان تيفكر. هادو لا يفكرون لانهم اغبياء، تيقول لا، لانه كيقول غنمس الاسره ديالي وغنمس القبيله ديالي، وكنمشي مع المواطنين، وبالتالي ما غنقبلش هذه الاصلاحات او الاصلاحات اللي غتضر الفئات الاجتماعيه المسحوقه. قول لي شكون هذا في العالم؟ شوف لي امريكا مثلا ولا في الدول الديمقراطيه غيقبل يدير الاصلاح المدني ويخلي العسكري فوق راسي كيحرس الحدود، وحتى انا كنحرس التعليم وكنحرس الفكر وكنحرس الحضاره وكنحرس القضاء. لا انا عندي حقوق اسي. هذاك العسكري راك داير له استثناءات بالنسبه لمده العمل، ماشي هي نفس مده العمل، ولكن لما نجيو الاجور نساووا، عنده اقتطاعات هنا عندي اقتطاعات عنده. اما باش دير لي التمييز، وهنا كيبان القوه ديال الامن على حساب القوه ديال التعليم، على حساب قوه القضاء. راك شفتوا زيادات في الاجور العسكريين والامنيين كدوز، ولكن ملي كنمشيو للتعليم كذا ما كاينش فلوس، ما كاينش. وبالله عليكم حتى اللي بغى يصلح اسيدي ماشي مشكل، انا ماشي غوغائي، هذا الصندوق خصو يتصلح، ولكن كيفاش غيتصلح؟ دير لي واحد الاجراء واحد، رفعتي التقاعد، قول له ماشي مشكل، نقصي لنا واحد 2.5 نقطه وحده كافي، ماشي اجر 8 سنوات غير هذه راه جريمه. 8 سنوات. وشوف الدول ملي تيكبر الانسان كيزيدوا الفلوس لان كيمرض، مصادر الثروه كتقل، المعيشه كتغلى، خاصك تزيدوا ماشي تقصوا. هادو كيفكروا بالمنطق المقلوب، يعني كانوا كيبيع جافيل، واش يبيع جافيل غيفكر؟ مع احترامات يبيعوا جافيل. قلنا الفساد، قلنا يعني اصلاح ماشي 10 نقاط نقطه واحده. واجي انت والمواطن المغربي البسيط غيبدا يخلص على حساب الشفاره، على حساب اللصوص المال العام، على حساب لصوص الله. اسيدي هذوك اللي سرقوا الصناديق حاسبوهم، ديروا لهم متابعات جنائيه. هادو وكلاء العامين اللي مقابلين الهيني، وهذا الوزير اللي مقابل الهيني يمشي يحقق مع المجرمين الفاسدين صحاب الثروه اللي ما قدرش عليهم، الملياردير الجبان والمنتقم. علاش ما يمشي ما يتابعش هاد اللصوص اللي يسرقوا الصناديق؟ راه لاحظوا، راه مؤشر الاستاذ راه كيعرف ارتفاع مؤشر النزاهه راه عنده انعكاس على سوق الشغل، عنده انعكاس على مستوى المعيشه، وعنده انعكاس على الصناديق غتزاد. متابعه اللصوص المختلسين المال العام، وماشي غير نتابعوهم،
اصادروا الاموال ديالهم. ما كاينش مصادره دابا، كنديو نحكموا عليه بسنه. واش قضينا هذا الحبس ديالو؟ الشعب باغي، عفا الله عما سلف، وهذا عفا الله عما سلف هذه بوحدها الشعب كان خصو يخرج للشارع. اش عفا الله عما سلف؟ عفا الله عما سلف الا كنت كتعطي فلوس ولادك. شو المجرمين قال لك كوزينه مصلحه الكوزينه والصالون؟ اش هاد الاجرام في حق الشعب؟ حتى لقينا راه عنده الملايير في. شوف اللعب كيفاش كيلعبوا على الشعب بهذا الاجرام ديالهم. الحكومه في تونس هي غير في تونس، ما بقاوش يقولوا دابا فرنسا وامريكا. رئيس الحكومه التونسيه ولا كيمشي تونس بزاف، يلاه جا شنو دار؟ خفض من الاجور ديال رؤساء الحكومه، رئيس الحكومه والوزراء. علاش؟ باش يعطي للمواطنين انا حكومه وطنيه وشعبيه وبديت براسي. هذا والله وهو قالها الاستاذ حميد غير في الفيديو الاخير، والله بالكيان ونحلف لكم اقسم بالله ما ينقص 10 ريال، لانه بخيل ما عندوش المصلحه الوطنيه. راه مين تزير مشى نعس وشد الفراش، حنا قالنا الاجر مقابل العمل، هو مشى نعس اعتكف هذا. وهنا راه المعول عليه هو التنسيقيه. الحمد لله المجتمع المدني الان راه المعارك المجتمعيه راه كياخذها المجتمع المدني، الاحزاب، نقابات، ما نقولوش الثلاث كدير شويه السياسه. الا انا كنقول راه الا كانت الصحافه هي السلطه الرابعه، راه كاين المجتمع المدني سلطه خامسه. راه اللي كاين دابا في الشارع وكيناضل على حقوق الموظفين، على حقوق الفئات الاجتماعيه المسحوقه، على الحركات الاحتجاجيه هو المجتمع المدني. وكل ما كان المجتمع المدني حي كيحرج الاحزاب السياسيه، كيحرج المنظمات النقابيه، وكيحرج الحكومه. فيما يتعلق بالتقاعد النسبي، وهذا كما قال كنتفق مع استاذي العزيز، راه التقاعد النسبي بوحده كان خصنا نخرجوا للشارع ونقولوا الله ما هذا منكر. بالله عليكم تصوروا معايا واحد عنده عائله ديالو، واش المراه خدامه ما خداماش، ولا الراجل اللي ما خدامش، ولا المراه غيتقاعد في سن 43 سنه وغيبقى جالس يتسنى 63 65 عايش 41 سنه و30 سنه اخرى. وباش غياكل هذا الراجل؟ باش غيخلص القروض؟ واش هذا اصلاح ممكن يكون في العقل؟ هذا اعدام، هذا انتحار. الموظف خدام والسير فيفر يلا عايش. الا مشى التقاعد وما عطيتيش، وشوفوا الجرم هنا باش كيبان التلبس والجرم مشهود. هو البرلماني والوزير السلام عليكم كيخرج من يلا خرج من الوزاره ولا خرج من البرلمان، التقاعد كيدوز في العشيه. وهذاك مسكين يخدم 24 سنه وبدا يتسنى 21 سنه اخرى حتى يوصل 63 وتبدا تقطع له الماندات. كيفاش بغيتي السيدي يعيش؟ واش من تقاعد نسبي هذا؟ النصابه الغيو تقاعد نسبي، الغيو تفلاوش على الشعب، ما باغينوش الغيو تقاعد نسبي، لان تقتل لي الموظف. الله ما خلي الموظف في اماكن ديالو ما عنده ما يمشي يدير، وبالتالي التقاعد النسبي راه كيدير عدم مساواه امام القانون. الموظف اللي عنده مسكين شي حاجه غيقدر يديرو، اللي ما عندوش فلوس غيبقى. حنا لا، بغينا الامكانيه تكون متاحه للجميع ماشي على حساب الوضعيات الاجتماعيه. واخطر نقطه هي لما نقول لك رفع سن التقاعد 63 65 سنه. ودابا حنا راه بغينا الحيويه في العمل. اداره تشكو من امراض، كتعرفوا الموظف كل ما كيشيخ كيقل العمل ديالو، كيقل كيفيه التعامل ديالو مع المواطنين، الجوده ما كتبقاش، تقديم الخدمات ماشي بالشكل اللي كيتقدم. راه حنا بشر، راه حتى درجه التفاهم ديالنا ودرجه الخطاب كتنقص. علاش غتمدد هذا سن التقاعد وغتقضي على فرص الشغل الشباب المعطل اللي هو بالالاف في الشارع، وكتجي تخلقو كتقول له ما كاينش، غيخرجوا 20,000 غندخلوا 20,000 غنبقاو نتسنى واحد 3 سنين اخرى. وهذا هذا اصلاح ميت، وكيقضي على مناصب الشغل، وبالتالي يهدد النسيج المجتمعي. هذا كيقتل النسيج المجتمعي. يا رميد يا مسؤول العدالة، النزاهة تجي دابا ولا تحماض القضية. يا رميد يا مسؤول
ينصر العدالة نزهة شي دابا ولا تحمر القضية رميت ينصر العدالة نزهة شي دابا ولا تحمر القضية. باش غنختم واحد النقطة أخيرة. الحكومات الديمقراطية في العالم لما كتجي في الولاية ديالها يلا كتبدا الولاية كدير واحد الخطة وطنية لمكافحة الفساد. واش عرفتوا فوقاش داروا هذه الخطة الوطنية؟ حتى العام الرابع بحال هذا ماشي ضحك على الدقون، حتى العام الرابع حتى قربوا يخرجوا عاد داروا الخطة الوطنية. وما هي بخطة وطنية؟ خصهم الخطة الوطنية أولا يعاودوا نمط التفكير. وراك شفتوا الوزراء كيفاش تيتم اختيارهم. وراه قال رئيس الحكومة إلا جيت غير بالجامع، إلا جيتي بالجامع سير دير خطيب، واش اللي دار الجامع غيسير الحكومة؟ يعني الحكومة كتبقيش في واحد القدر ديال التدبير وقدر ديال المعرفة الإدارية. النقطة الثانية إطار الحكومات الديمقراطية. عندنا واحد القانون سميتو القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية. هو الموضوع ديالنا. ما معنى القانون ديال التنظيمي ديال الدفع عدم الدستورية؟ هذا واحد القانون لأول مرة في المغرب، قانون تنظيمي نص عليه الدستور يجب أن يصدر خلال الولاية ب5 سنين لم يصدر. ها الحكومة دارت واحد الجريمة أن ما خرجتش جميع النصوص الدستورية خلال الولاية. علاش ما خرجتش الدفع عدم الدستورية؟ لو كانت حكومة دستورية ووطنية، ولا كنقول هي لا حكومة دستورية لا وطنية لا شعبية، علاش ما خرجاتوش في الولاية الأولى القانون التنظيمي ديال الدفع عدم الدستورية؟ باش دوز كاع القوانين ماشي الدستوري ما ناقض حتى حاجة. علاش؟ باش ماشي شي محامي سخلو الحال ولا شي مواطن سخلو الحال يمشي للمحكمة ويقول هذا القانون غير دستوري بطلو. خليهم ما غنديروا لهم حتى قانون، غنبقاو ندوزو في قوانين وربما حتى هاد الولايات 5 سنين واش يصدروا ولا ما يصدروش. لانهم علاش قالوا لا صدرنا هذا القانون غتهبط لنا القوانين التنظيميه ديالنا ديال التقاعد وغير ذلك، لانهم هذو كوارث. داروا كوارث. انا نقول لكم راه المجنون وفاقد العقل الا قلت له هذه الاصلاحات ديال التقاعد يقول لك ما نقدرش نديرها. فحراك الانسان السوي. هادو فاتوا المجانين، فاتوا الناس اللي فقدوا العقل. الاساسي باش نختم، مناهضة هذه الإجراءات الصفوية لنظام التقاعد تقتضي تكاتف الجميع، ماشي يحضروا غير الموظفين وأجراء القطاع الخاص. خاص تكون واحد الهبة مجتمعية أننا كما قال الأستاذ خالد نثبتوا لهم أن المجتمع المدني قوي وقادر ينتزع الحق وقادر يدافع على إلغاء هذه القوانين باش بالنضال الميداني. حرب عندنا ان شاء الله يوم 14 ديسمبر كاينه محطه نضاليه نحضروا جميعا لها بالاولاد ديالنا، بالنساء ديالنا، بالاطفال ديالنا، بالشيوخ ديالنا، امهاتنا، كلشي. لان هؤلاء المجرمون اللي داروا هذه القوانين بالاضافه ان خصهم يتحاكموا، واكبر محكمه خصهم يتحاكموا لها وحكمناهم لهم هي محكمه الضمير. نقول لهم ايها المجرمون انتم بلا ضمير وطني، لانكم صدرتوا قوانين ضد قوانين عدائيه للشعب وباسم الدين وباسم الله، والله بريء منكم انتم اخوان الشياطين. كتعرفوا الايه شنو هما اخوان الشياطين. قلنا خصنا نتكاتفوا جميعا ونحضروا. وعلاش كنقول لكم هذا الشيء؟ انا حتى انا راه متضرر، انا راه موظف معزول وبالتالي ونقول لكم واحد 63 سنه انا عندي 63 لا وانا ما كملتش يلاه 17 عام. باش تعرفوا واحد الجريمه، هذا البرلماني اللي عنده 21 سنه دابا غياخذ تقاعد على 5 سنين. شحال خدم 5 سنين؟ الهيري خدم 17 سنه بزيرو درهم باغي ياخذ تقاعد. هذا القاضي هو فين هذا الشيء؟ فين هذا التوازن؟ واحد خدم 5 سنين ونقول لكم والله ما خدموا قدي حتى الثانيه. كيقيلوا كيدوروا في القهوه دوك البرلمانيين
عطيوني شنو، عطيوني ماذا انتجوا غير القوانين ديال البؤس والقوانين ديال الكوارث. واش شفتوا هاد القوانين دازت يعني باش تعرفوا كينتجوا بالغياب. هاد المتاجرين بالدين يريدون المساس بامن الوطن، واخطر نقطه هو السلم الاجتماعي، لان المغرب راه مهدد بكوارث اجتماعيه ومهدد على صفيح ساخن، لان هاد القوانين لا استمرت راه واحد النهار الشعب صحوا لنا ما لاعبيش. حنا كناديو ان النضال وديما النضال السلمي من اجل اسقاط هاد القوانين التخريبيه المجرمه اللي وضعوها المجرمون. شكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.